الاتفاقية دي إحنا يعني بموجب الاتفاقية عملنا معاهدة سلام مع إسرائيل، وفتحنا عندهم سفارة مصرية وهم جم فتحوا عندنا سفارة إسرائيلية، وبقينا في بيننا وبينهم يعني تبادل تجاري، وبناخد منهم غاز وبنبعت لهم حبوب وبنبعت لهم مية وبنستورد منهم وبنصدر لهم، فيعتبر هم بقوا دولة مش عايز أقول صديقة بس دولة زيها زي باقي الدول. فاحنا بيننا وبينهم معاهدة سلام. طب ايه اللي هيحصل يعني لو كسرنا المعاهدة دي ودخلنا في حرب كده عشان نحرر فلسطين؟ رقم واحد، شفت اللي حصل في اوكرانيا وفي روسيا اول ما الحرب قامت. روسيا يعتبر انعزلت عن العالم كله. في حاجة كده نظام اسمه سويفت، ده بتاع البنوك. نظام سويفت ده لو دول العالم كلها اتفقت عليك انت مش هتعرف تعمل اي حوالات. ده رقم واحد، هتتعزل دوليا. طبعا اسرائيل انت موقع معاها معاهدة سلام، فيوم ما انت تخش وتحاربهم انت كده اللي اخترقت معاهدة السلام، فانت الغلطان. فالمجتمع الدولي كله هيغلطك انت، لان انت موقع مع البلد دي معاهدة سلام. انت مالك يا عم ومال فلسطين؟ فلسطين دي دولة تاني. لكن انت موقع مع الدولة اللي هي اسرائيل معاهدة سلام. يوم ما هتخترقها هيتم عزلك دوليا. ده رقم واحد، عزلك دوليا. يعني مفيش استيراد وتصدير ليك من اي دول تبع امريكا بقى، تبع الاتحاد الاوروبي، كل دول هيقلبوا عليك. هيحصل فيك زي ما حصل في روسيا بالظبط. ده رقم واحد. واحنا اقتصادنا ما يستحملش حاجه زي كده. برضه من ضمن اتفاقيه السلام بتاعت كامب ديفيد دي في